في فيديو النهاردة هنعمل وصفة سهلة جدا وبسيطة، بس فيها تركات. لو ما عملناهاش مش هنحصل على الشكل ولا الملمس اللي انتم شايفينه ده. النهاردة هنعمل مع بعض الاسكالوب بانيه بكفر ثابت، ما بيتحركش من على قطعة اللحمة ولا بيفصل منه، بشكل جميل جدا ومتناسق. واي حد هتقدميهوله هيسألك ازاي عاملاه. لو اول مرة بتشوفوني انا رضوى، اتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس. هسيب لكم لينك حساباتي التانية على مواقع التواصل الاجتماعي في صندوق الوصف. يلا بينا نشوف الوصفة عملناها ازاي. حضرت عندي لحمة من اللي هي القطع الاسكالوب اللي هي صالحة لعمل البفتيك، مش اي قطعة في العجل بتنفع للقطعية دي، لازم تكون القطعية اللي تنفع للبفتيك. بحضر عندي مية بصل، بعمله في الكبة واعصره، او بعمله في الكبة واصفيه بالمصفى، او ببشره واعصره، الطريقة اللي تسبك اعمليها. بحط عليها فلفل اسود ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، طبعا المقادير هكتبها لكم كلها في صندوق الوصف، ومعلقة صغيرة من الخل، ومعلقة صغيرة من البابريكا. اللحمة الكويسة او البفتيك الكويس انتي ما تحطيش عليه بهارات كتير علشان النكهة بتاعته تبان، والبهارات ما تغطيش على طعم نكهة اللحمة. ده اساسي في البفتيك. بحط عندي شرايح البفتيك في مية البصل والملح والفلفل والبهارات زي ما قلت لكم، وابتدي اغطسها. الافضل لينا في النتيجة ان احنا نسيبها ليلة كاملة. بصوا انا هنا سبتها ليلة كاملة، بصي لونها اتغير ازاي. بس لو انتي مستعجلة وبتحبي تعملي اكلك بسرعة فهتسيبيها ساعتين، ده ماكسيمم وقت يعني للانجاز، لكن الصح ان احنا نسيبها ليلة كاملة. بعد كده كسرت عليها بيضة. حابة تستغني عن خطوة البيض هتحطي 3 معالق لبن. اوكي، لو انتي مش، انا الوصفة دي كنت عاملاها قبل غلاء البيض فحطيت بيضة. انا بقول لكم يعني الصراحة والبديل. لو انتي حابة مش حابة البيض حطي 3 معالق من اللبن. حضرت عندي نص كوباية من الدقيق، عليها نص كوباية من البقسماط، بهرتها بملح وفلفل وبابريكا. اكتب لك برضو التفاصيل في صندوق الوصف. بصي بقى السر هنا والتركة في الكفر. البيضة بقلبها كلها مع المكونات بتاعتي، وبنزل بقطعة البفتيك وبفردها بكل ايدي. طبعا عايز حابة تلبسي كلوفز البسي، بس انا بحب استخدم ايدي عشان احس بقطعة اللحم، وابتدي افرد كده زي ما انت شايفة، بضغط عليها من جميع الجهات وابتدي اقلبها اكتر من مرة، مش مرة واحدة اللي هو اغلفها واشيلها تبقى هايشة الكفر بتاعها ما يبقاش ثابت عليها. لا، بفضل اضغط عليها بالبقسماط وبالدقيق. بحط بقسماط ودقيق عشان ده سر من اسرار تماسك البفتيك، ما بيخليهوش يفك. الضغط عليه بيفرد اللحمه، لاني انا مش بدقها في الاول عشان بتتقطع مني، لكن بحب اعملها كده وهي اللحمه بتاعتي قطعيتها كويسه جدا فبتستوي بسرعه جدا. بتبتدي تضغطي عليها بكف ايدك، تضغطي عليها كده بصابعك زي ما انت حابه. وبحضر عندي زيت بس يكون غزير شويه، وابتدي ان انا انزل في البفتيك بس يكون الزيت مش سخن قوي علشان الكفر بتاعي ما يتحمرش واللحمه عندي تسيبه، ويبقى الكفر في ناحيه وقطعه البفتيك في ناحيه، بيبقى شكلها مش ظريف خالص زي ما انتم عارفين. فعشان كده بنلجأ ان احنا ناكله مثلا في المطاعم، بيكون بسعره غالي، وطبعا في الايام اللي احنا فيها دي احنا محتاجين ان احنا نوفر علشان الاسعار طبعا غالية، فمحتاجين ان احنا نعمل كل حاجة في البيت عشان نحصل على طعم وقيمة وكل حاجة كويسة. وده كان فيديو النهاردة ودي وصفتنا، اتمنى انها تعجبكم. اتمنى لو عجبكم الفيديو تدعموني من اللايك لانه بيفرق معايا كتير جدا. كانت معكم رضوى السيد.